السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله فيديو جديد اللي غنقدم لكم فيه وصفة ديال العجين ديال البيتزا. يمكن لكم تحضروه على شكل ميني بيتزا او بيتزا كبار. المهم كنحتاجو في العجين 2 زلافات ديال الدقيق يعني الممتاز، مع واحد الكاس ديال الفينو، معلقه ديال الحليب بودره، معلقه الخميره الفوريه، وكذلك قبصه ملح، وواحد معلقه كبيره ديال السكر هكا باش تفاعل لينا الخميره مع ان شاء الله العجين. ومن بعد يعني غنضيفوا قبصه الملح، كنضيفوا كذلك واحد نص كاس ديال الزيت البلديه، وغنضيف واحد القليل من الزعتر، يعني كنحكو هكا بين يديا باش يتفرتت. اللي ما بغاش يعني ما كيحبش الطعم ديال الزعتر ما يديروش. كذلك يمكن لكم تنسموها بالبزار، انا هنا اكتفيت غير بالزعتر. وغادي نقوم يعني بالعجن ديال الخليط ديالنا بالماء الدافئ، وغنستمر في دمج المكونات حتى كي يتجمع لينا العجين ديالنا. غيتبعوا الوصفه ان شاء الله، راه غتجيكم واحد العجينه اللي كتجي خفيفه وكتطلق معكم بسهوله. غيتبعوا الوصفه ان شاء الله غتنال الاعجاب ديالكم، وكيجيو لي ميني بيتزا ديالنا فتيين وبواحد الطعم ديال الزعتر كيجي رائع. غير جربوها ان شاء الله، غادي تنفعكم في رمضان الكريم ان شاء الله، وهكا باش توفروا عليكم المجهود وتقتصدوا من الوقت ديالكم باش تستغلوه في العباده ان شاء الله. وان شاء الله يدخل عليكم الصحه والسلامه. انا من بعد ما تجمعت لينا العجين ديالنا كتكون على هذا الشكل، باقا كتلصق، كنحاول نزيد ندلكها شويه بين الايادي ديالي على هذا الشكل. دلكوها مزيان، كل ما كانت مرخوفه كان احسن. كندلكو العجين ديالنا بهذا الشكل. نزيد ندلكها غير شويه وان شاء الله غادي نغطيها باش تختمر. هنا دابا الجو بارد، حاولوا ديروها في شي بلاصه اللي تكون سخونه، يعني وغطيوها مزيان هكا باش يضاعف الحجم ديالها وتختمر مزيان. صافي هنايا راه طلقات معايا، غادي نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، وغادي ندوز باش ان شاء الله نغطيها. هانتوما كما كتلاحظوا راه باقا كتلتصق، يعني واخا تكون كتلتصق ما تخافوش، غدهنوها بالزيت ومن بعد تشكلوها كما بغيتو. نغطيها كذلك بالميكا باش يعني تسخن مزيان وتختمر لينا. صافي وكندوز هنايا بعد ما اختمرت وضاعف الحجم ديالها، انا فرغت منها هذاك الهواء اللي كيكون فيها، وشكلتها على شكل هكا، على شكل طولي باش نقطعها. صافي كنقطعها، راه تعطيكم كتر يعني على حساب حجم الكرات اللي انا راه درت كرات كبار، يعني باش نتوما هذيك الساعه تطلقوها على شكل يعني على شكل عجين وتبداو تقطعوها لاحظوا معي في الفيديو راه كلشي موضح وكلشي شرحت لكم. ان شاء الله تنجح لكم الوصفه كما كتنجح ليا دائما. غير خليكم معايا وتبعوا المراحل خطوه بخطوه هكذا باش ان شاء الله تجيكم النتيجه اللي كترضيكم. هنايا ان شاء الله غندوز نطلقها على هذا الشكل. انا راه طلقتها بالمدلك، رشيت السطح العمل بالدقيق وطلقتها بالمدلك وقطعتها على شكل دوائر بهذه القطاعه. كاين يمكن لكم يعني الحجم نتوما كتحكموا فيه، يمكن لكم ديروا قطاعه اللي كبر من هذه، هذا بعدي من صغر من هذه. المهم انا هذا هو الحجم اللي كيعجبني في البيتزا، وانتم يعني لكم الاختيار.
غنستمر يعني في تقطيع بركم مزيان هكا باش ما تلتصقش ليكم يعني البيتزات ديالكم، ورشوا سطح العمل مزيان بالدقيق باش ما يلتصقش ليكم، كذلك باش تحيدوها بكل سهوله. انا كانت لصقات ليا، حاولوا تبركوا مزيان ماشي مشكل يعني ملي كتحطوها في الاناء يعني الفرن، يعني ديك الساعه زيدوا قرصوها من دوك الجوانب اللي تيكونوا يعني مفخو اولا. المهم راه ملي كترشوا الدقيق يعني سطح العمل راه كتهز معكم بسهوله بحال هذا الشكل. هنايا ما بركتش مزيان يعني الحديد كيكون احسن في التقطيع، هذه البلاستيك يعني ما كتقطعش مزيان، خصني نبرك مزيان. المهم نستمر بنفس الطريقه، يعني نشكل العجين ديالي كامل على هذا الشكل. وهنا كنجمعوا داك العجين الزائد نتا هو غنوليو نعجنوه ونشكلوه على شكل دوائر كيف ما العجين ديالنا السابق، يعني متى حاجه ما غتضيع ان شاء الله. كلشي غادي نطلقوه بنفس الطريقه. هكذا اللي كنطلق كره اخرى عاوتاني، يعني رشوا الدقيق مزيان باش ما هكا نتوما شوفوا العجينه راه مخوفه يعني كتطلق معايا بسهوله على هذه الطريقه. وحاولوا ما ترقوش العجين بزاف باش ما تجيكمش البيتزات ديالكم يابسين ورقاق، وفي نفس الوقت ما تخليهمش غلاظ باش ما يجيوش معجنين هكا. كلاس حيد من تما. عاوتاني نقطعهم على شكل دوائر كيف ما يعني المره السابقه، يعني بنفس الطريقه حتى كتكملوا العجين ديالكم ان شاء الله كامل. عمران انا طولت عليكم الفيديو يعني باش تستافدوا هكا وباش يعني تعرفوا الطريقه مضبوطه. وما قطعتش لكم بزاف من الفيديو باش يعني اللي هذا اللي مبتدئ هكا باش يفهم مزيان كيفاش الطريقه. صافي كنهزهم وكنوضعهم في لاطه ديال الفرن على هذا الشكل، وغادي ان شاء الله ندخلوهم للفران يطيبوا من التحت. يعني كنشعلوا على الفران تيكون سخن ديجا سخون مزيان، وكنطلعوهم غير يذهبوا يعني ما تخليوهمش يعني يجبسوا او يكرموا لكم في الفران، غير يشدوا راسهم لان من بعد عاد نكمروهم ونكملوا ليهم الطياب ديالهم. المهم حاولوا يعني ما تخليوهمش بزاف في الفرن باش ما يقصحوش ليكم. المهم انا هنايا تنكمل يعني العجين ديالي، وغادي نجمع داك العجين مع الاخر ونعجنو ونولي نوضعو في البلاستيك ديالنا هكا باش يتطلق لينا ما يبقاش قاصح. هانتوما كتحاولوا تجمعوا على شكل كريه كذلك وكتوضعوها في البلاستيك باش تطلق، وباش غنوليو نطلقوها مره اخرى. هنايا من بعد ما كملت الكميه كامله وضعتها في لاطه الفرن، وتنقوم ب يعني هكا التثقيب ديالها بالشكل بهذا الفرش بهذا الشوكه ولا الفرشيطه، يعني كتقبوها مزيان باش ما تختمر باش ما تنفخش ليكم، يعني كتقبوها مزيان هكذا بهالطريقه. المهم انا غادي نكمل كاع الحبات ديالي ديال البيتزا، ورشوا اللاطه ديال الفرن بالدقيق هكا باش ما تلتصقش لكم، لان العجينه راه كتلصق يعني حيتاش خفيفه. رشوا مزيان الدقيق باش ما تلصقش لكم،
وكنوضعوها في الفرن. وهنايا بعد ما خرجوا لينا البيتزات ديالنا راه كيجيو فتيين، راه كتلاحظوا راهم فتيين يعني وخفاف من الداخل كالقطن، يعني ما كيجيوش معجنين بداك الفينو اللي درنا بديك الزيت البلديه، كيجيو هشاش وخفاف على الفم ديالنا. ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. غير طبقوا الوصفه هكا باش تختصروا الوقت عليكم في رمضان الكريم، وحتى تحتفظوا بهم في بلاستيك على هذا الشكل. غنعمر الملفه ديالي كامله ان شاء الله. انا هنا راه يعني احتاجيت 2 من هاد البلاستيكات، راه كتعطيكم كميه وفيره، يعني كتعطيكم واحد الكونتيتي اللي هي كبيره. كل مره تجبدوا على حساب العائله وعلى حساب الضياف اللي جاوكم، يعني كتجبدوا القياس اللي بغيتو، راه ما كيبقى عليهم حتى حاجه في الكونجيلاتور، غير احتفظوا بهم وسدوا الميكا مزيان وما كيلتصقوا ما والو. كتبقاو كتجبدوا الحبات اللي بغيتو وتعمروهم بكل سهوله. وهانتوما ان شاء الله اختصرتوا عليكم يعني المجهود والوقت. هاد البلاستيكات الصراحه كينفعوا بزاف، راني موجده فيهم يعني تحضيرات رمضان، يعني من الفلوس وكل شيء، الطماطم يعني صراحه كينفعوا بزاف. ويمكن لكم تكتبوا فيهم لاضات كما عطينكم تما في الصوره.